هتبقي أستاذة في الفطير المشلتت من غير وقفة بالساعات ولا فرد وعجن كتير، وكمان من غير فرن خالص. لو عندكم شوية دقيق كده في البيت ومش عارفين تعملوا بيهم ايه، هتعملوا أحلى فطير مشلتت، هيبقى مقرمش جدا من بره وفي نفس الوقت طري جدا ومورق من جوه. طريقته سهلة جدا، تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. عندي نص كيلو من الدقيق بما يعادل 4 كوبايات، هحط عليه نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر، هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل عليه بكوبايه ونص من الميه، والميه من الحنفيه عادي جدا. حط الميه بس بالتدريج علشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انا نوع الدقيق اللي بستخدمه خد معايا كوبايه ونص بالظبط من الميه. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وطبعا لازم اعجن بايدي. في الاول العجينه هتكون بتلزق قوي كده في الايد، بس انتوا مع الاستمرار في العجن هتلاقوا العجينه بقت طريه معاكم، ما بقتش تلزق في الايد زي الاول. وبعد كده هتكوروها كده وتجيبوا بقى بوله تكونوا دهنينها بالزيت، وتحطوا فيها العجينه، وبرده تدهنوا وش العجينه بالزيت علشان السطح بتاع العجينه ما ينشفش منكم. هنغطيها ونسيبها ترتاح على الاقل نص ساعه، واحنا بنسيبها ترتاح علشان بس تبقى سهله معانا في الفرد. هجيب بقى كده شويه من الزيت هحطهم على السطح اللي انا هفرد فيه العجينه، وبعد كده هجيب العجينه وابتدي ان انا افردها بايدي. مش محتاجه نشابه خالص لان العجينه ارتاحت معايا كويس قوي، فمش محتاجه نشابه. بنفردها على شكل مستطيل، وسمك العجينه هنا مش بيبقى رفيع قوي، يعني بيبقى وسط. وبعد كده بجيب 100 جرام من الزبده على 100 جرام من السمنه وبخلطهم ببعض كويس قوي، وهوزعهم بقى على العجينه بالشكل ده. وكل حته من العجينه لازم يبقى فيها خليط من الزبده والسمنه. انا مش هستخدم كميه السمنه والزبده كلها، هتبقى منها واقول لكم هنستخدمهم في ايه. بعد ما وزعتهم كويس جدا على العجينه، هبتدي بقى ان انا الف العجينه بالشكل ده، وحاولوا ان انتوا تخلوا اللفه ضيقه على قد ما تقدروا علشان الفطير بتاعكم يطلع مورق وحلو. العجينه طريه جدا فهتتلف معاكم بكل سهوله. نلفها لحد الاخر. الطرف ده بقى هنقفله كويس قوي كده، وبعد كده هقلب العجينه على العدله بتاعتها واخلي الطرف ده لتحت. وهنقسم بقى العجينه. انا قسمتهم على 6 قد بعض. ممكن تقسموها على اكتر من 6 لو انتوا حابينها اصغر من اللي انا عاملاها، فقسموها اكتر من 6. او لو عايزين تقسموها على 4 بس فتكون كبيره شويه، مفيش مشكله خالص. هرصهم على صينيه مدهونه بالزيت وهغطيهم واسيبهم برده يرتاحوا شويه ربع ساعه. انا سبتهم في التلاجة لان الدنيا كانت حر جدا ومكنتش عايزه الزبده تطلع من العجينه، فحطيتهم في التلاجة. لو الدنيا عندكم مش حر عادي حطوها بره التلاجة ربع ساعه بس. وبعد كده هاخد كل واحده منهم وهفردها بس فرد بسيط قوي. انا مش عايزه افردها قوي قوي، لا احنا هنفردها فرد بسيط قوي. وناخد معلقه صغيره برده من خليط الزبده على السمنه اللي احنا كنا عاملينه، وندهنها كده. وبعد كده نقفلها زي الظرف. هنجيب الجنب اليمين على الجنب الشمال، وبرده من الناحيه التانية الجنب اليمين على الجنب الشمال. وبعد كده اقفلهم على بعض كده علشان تبقى مكوره معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احاول اظبطها على قد ما اقدر. بس كده عملت بقى كل الكميه بنفس الطريقه. التسويه بقى ليها طريقتين. اول طريقه ان انا باخد كل كوره كده وابتدي افردها، بس انا مش بفردهم كلهم مره واحده، انا بفرد كل واحده قبل ما اسويها على طول. هفردها فرد بسيط. انا عايزه السمك بتاعها برده ما يبقاش رفيع قوي عشان تبقى مورقه من جوه. بعد ما بفردها بجيب معلقه صغيره من خليط السمنه والزبده اللي احنا كنا عاملينه، واحطهم في طاسه، واول ما يسيحوا كده انزل بالفطيره واغطيها على طول. هتلاقوها اتشمعت كده من فوق ونفخت شويه، بتقلبوها على طول الناحيه التانية. والنار هنا يا جماعه لازم تكون متوسطه. وبرده بعد ما بقلبها على طول بغطيها تاني علشان الغطا ده هيعمل بخار يخليها ان هي تستوي من جوه. ومن الوقت للتاني لازم افضل اقلب فيها كده. انا مش بديها لون كامل من ناحيه وبعد كده اقلبها الناحيه التانية، لا انا بفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. اللي انتوا شايفينه ده هو ده اللون اللي انا عايزه اوصل له بالظبط. بشيلها على طول وكده بقت جاهزه معايا بكل سهوله، مورقه وريحتها قلب البيت كله. وبعد كل فطيره لازم امسح الطاسه كويس جدا، واحط برده خليط من الزبده والسمنه، يعني معلقه صغيره كده. والطريقه التانية ان انا بفرد العجينه على طول على الطاسه، يعني باخد الكوره بتاعت العجينه كده مش بفردها بره، لا بفردها على الطاسه على طول. وبمشي بنفس الخطوات اللي انا قلت لكم عليها بالظبط في التسويه. اختاروا اي طريقه تريحكم، الطريقتين هيطلعوا برده نفس النتيجه، فطير مورق ومنفوخ وتحفه. وبس كده بكل سهوله بقى جاهز عندنا احلى فطير مشلتت. طبعا بقى هنقدمه مع الجبنه البيضاء والعسل الابيض والعسل والطحينه، ولو عندكم كمان جبنه قديمه بيبقى حلو جدا معاها. شفتوا بقى قد ايه هو سهل وبسيط ومش بياخد وقت خالص. واسمعوا بقى معايا القرمشه بتاعته، بصوا القرمشه.
كان مقرمش جدا، وتعالوا بقى شوفوا قد ايه هو مورق من جوه، شايفينه ولا واحده لازقه في بعضها، ومورق وطري وخطير من جوه. لو عايزين تحتفظوا بيه بعد التسويه بتسيبوه يبرد خالص، وبعد كده تغلفوه كويس قوي، لازم يتغلف كويس جدا ويتحط في الفريزر، ووقت ما تحبوا تاكلوا منه هتطلعوه يفك، وممكن تسخنوه في الميكروويف او في الفرن، وهيبقى معاكم زي الطازه بالظبط. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.